أهلين وسهلين فيكم يا جماعة. اليوم جايبت لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل الفاهيتا بالدجاج. وصفة طيبة ومناسبة لكل الأوقات. يلا نبلش. المكونات: 2 صدر دجاج مقطع شرايح، حبة فليفلة خضرا وصفرا وحمرا كمان مقطعين شرايح، بصل مقطع شرايح حسب الرغبة، أنا ما ضفت لأنه اللي عندي ما بيحبوا البصل. فطر فريش كمان مقطع شرايح، فيكن انتو تضيفوا الكمية اللي بتحبوها. 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة بودرة توم وبودرة بصل كمان، وعصير نص ليمونة. خبز ممكن تحطوا التورتيلا أو تحطوا الصامول عادي أو حتى خبز عادي. وبالنسبة للصوصات اللي بتحبوا تضيفوها بقلب السندويشة، ممكن تحطوا مايونيز عادي أو صوص الأفوكا أو كريمة الثوم انتو اللي بتحبوها. ونسيت أخبركن على أهم عنصر بهاي الأكلة، هو الأوريجانو، بيعطيها طعمة مو طبيعي شو طيبة، كتير طيبة، جربوها ورح تدعولي بإذن الله. ومثل ما شفتوا حطيت الطنجرة على الغاز وحطيت لها شوية زيت وقلبت الخضروات. أول إشي حطيت البصل لأنه بياخد وقت، وبعدين نزلت بالفلفل. ما بدي إياه يستوي على الآخر يهتري، بدي إياه يكون شوي واقف. وبعدين بعد ما خلصت تقلاية الخضرة قمتن على جنب، وبنفس الطنجرة قليت الدجاج. ما قلبته الدجاج مشان ما يطلع العصارة تبعيته بصير ناشف الصدر يعني إذا طلعت العصارة تبعيته. وبعدين نزلت عليه الخضروات، وهيك كانت وصفتنا جاهزة. بقلب الساندويشة حطيت لها مايونيز وجبنة، وحطيت تباسكو صوص، فيكن انتو تحطوا اي شي انتو بتفضلوه، هاي الاكلة يعني بيلبق لك كل شي بصراحة. وبس هيك لفيتها وحطيتها بقلب السخانة لحتى تأمرت، ما بدها زيت على وجهها، بتتأمر بدون زيت. وهيك بكل بساطة حضرنا فاهيتا الدجاج بطريقة سهلة وسريعة. جربوها واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك لحتى يوصلكم كل جديد. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.